السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. جايه لكم النهارده بوصفة جديدة وفيديو جديد. هنعمل رقاق الطري على البوتاجاز بطريقة بسيطة جدا وسهلة، بس اهم حاجة نتابع الفيديو للاخر وما تنسوش تعملوا لايك. عندي هنا كيلو من الدقيق منخول، دقيق العادي متعدد الاستخدامات. حطيت عليه معلقة كبيرة من السكر، وكمان عندي هنا معلقة صغيرة من الملح، وهقلب الكلام ده كله مع بعضه. وهجيب عندي هنا لتر من اللبن الرايب او الحليب، لو عايزة تستعملي حليب عادي مفيش مشكلة، بس اللبن الرايب بيديها طعم جميل قوي. هنزل بالكمية شوية بشوية كده. انا مش هستعمل اللتر كله من اللبن الرايب، انا هخلص عجن واقول لكم العجين خد مني قد ايه، لان كل دقيق بيختلف من نوع للتاني. هنعجن كده بالراحة اهو. عجن العجينة كويس قوي. اهم حاجة في الرقاق الطري العجن كويس، علشان يبقى معاكي حلو واللقمة بتاعته كويسة لازم يتعجن كويس. هنعجن بقى الرقاق بتاعنا هنا اهو كده تمام اهوت. وصل معايا القوام اللي انتوا شايفينه ده. عندي بقى هنا كوباية من السمنة السايحة. السمنة تعتبر كويسة، بلاش تستعملي زبدة او زيت، يعني السمنة بتديله طعم جميل قوي. نزلت بالكوباية السمنة على العجينة بتاعتي وابتدي ان انا المها كده اهو. العجينة ما شاء الله ناعمة وحلوة قوي. اهم حاجة زي ما قلت لكم العجن، يعني تعجني فيها شوية كده حلوين. وصلت معايا العجينة للقوام اللي انتوا شايفينه ده اهو. هغطيها واسيبها نص ساعة كده ترتاح. هترتاح طبعا، هي مش هتخمر لان ما فيهاش خميرة، هترتاح بس على جنب لمدة نص ساعة كده تمام. عندي اهو بعد ما عدى نص ساعة على العجينة بتاعتي، هبتدي ان انا اكورها كور صغيرة. هو كيلو الدقيق ده بيعمل من 20 ل25 كورة. الكورة بتبقى يدوبك في حجم الطماطماية الصغيرة، او ايه مش عارفة الطماطماية الصغيرة حجمها قد ايه. هتعمليها بقبضة ايدك زي ما انت شايفة كده، حطيها كده وقبضة ايدك عليها. ايوه تمام قوي كده. هنبتدي ان احنا نقطع الكمية كلها اهو. سهلة قوي وبسيطة، وكمان احنا هنعملها على البوتاجاز، يعني ملكيش حجة ان ما عندكيش فرن كده، لا احنا هنعمله على البوتاجاز بطريقة جميلة جدا. نخلص بقى تقطيع الكمية كلها عندي اهو. طبعا انا بحطهم على صينية عليها رشة من الدقيق. دي الكمية كلها عندي. هغطيها بقى بكيس، وهبتدي اسيبها على جنب ترتاح 10 دقايق. وبعد كده هبتدي ان انا افرد العجين بتاعي على دقيق. حطي شوية دقيق كده محترمين، وابتدي افردي بقى بالنشابة او بأي حاجة انتي بتحبي تفردي بيها. نفردها كويس قوي اهو. اهم حاجة ما ترفعهاش قوي وما تخنهاش قوي، يعني السمك بتاعها يبقى في المتوسط كده اهو زي الفل. شايفين شايفين العجينة عاملة ازاي؟ اللهم بارك. حطي لايك للفيديو لو لسه ما حطيتيش لايك، وتابعيني لو لسه اول مرة تتابعيني، علشان الفيديوهات الجاية تستفادي مني كتير قوي. هجيب بقى عندك اي صينية ألمونيا، ممكن نقوم قلبينها بقى على، انا قلبتها كده خليت وشها للنار زي ما انت شايفة كده، وحطيتها في العين اللي في نص البوتاجاز، وشغلت النار على نار متوسطة جدا. وهحط بقى العيش بتاعي كده. اهم حاجة انفضه كويس من الدقيق، وابتدي احطه على الصينية بتاعتي كده لحد ما يطلع معاكي بالجمال والقمر ده. شايفين الرغيف عامل ازاي؟ حاجة ما شاء الله.
هفرد معاك واحدة كمان اهو. مش هتاخد معاكي 10 دقايق وانتي واقفة، وتطلعي منهم بقى احلى شوية رقاق. وكمان في كمان حاجة مهمة قوي علشان الرقاق بتاعك ما ينشفش. طبعا الكمية اللي بتطلعيها تحطيها جوه كيس وتغطيها بفوطة. يعني الرقاقة اللي تطلعيها من على النار تحطيها على طول في الكيس وتغطيها بفوطة عشان الرقاق يفضل معاكي طري وما ينشفش منك اهو. تحطيها عادي على الصينية وبيستوي معاكي وبيبقى زي الفل. تقلبيه معاكي هنا بأي حاجة، بالسباتولا أو بأي حاجة تعرفي تقلبي بيها اهو. شايفين حاجة كده؟ اللهم بارك. شايفين الجمال اهو، ما بياخدش وقت خالص. هاتيلك بقى كيلو دقيق وقومي اعملي الجمال ده اهو. اهم حاجة زي ما قلتلك يطلع في قلب كيس ومتغطي بفوطة علشان ما ينشفش منك. زي الفل. شايفين اللون جميل اهو. شايفين انا مغطياه؟ شايفين الجمال بقى والحلاوة؟ شايفين الطراوة؟ دي كده الكمية بتاعتي بعد ما خلصتها. شايفين الرغيف؟ مش ناشف وحاجة كده قمر اهو. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا مشاركة لكل حبايبكم عشان الكل يستفاد. شايفين حلاوة العيش؟ جميل اهو. والكيلو دي عمل معانا كمية حلوة، يعني عمل معانا 24 رغيف اهو. يا رب الفيديو النهاردة يكون خفيف على قلوبكم وتكونوا استفدتم. اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.